بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام الخالدة من قناة سلام الإعلامية المباركة، وأرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب هذه الحلقة رقم 68 في برنامج مع اللغة العربية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. اليوم آنساتي سيداتي سادتي، يسرنا أن نتحدث عن سيرة مناضل ومواطن وكاتب إريتري توفي قبل أيام رحمة الله عليه، وهو المناضل العم محمد برهان حسن آدم. وقد توفي المناضل محمد برهان حسن آدم في مدينة أسمرة في شهر ديسمبر الفائت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويغفر له ويجمعه مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحقيقة المؤلف المناضل محمد برهان حسن آدم التقيته في العاصمة الإريترية أسمرة في سنوات ما بعد التحرير، وكان رجلا خلوقا ورجلا محترما طيبا سمحا. لم يكن رجلا كثير الحديث ولا يرغب كثير في التحدث إلى وسائل الإعلام. التقيت وأجريت معه مقابلة مرة واحدة، وهو رجل هادئ ورجل لا يحب الحديث عن نضاله وعن عمله الكبير الوطني، على الرغم من أنه هو أحد مؤسسي حركة تحرير إريتريا. وقد أصدر الراحل المقيم رحمة الله عليه كتابا في غاية الأهمية، وهو كتاب حركة تحرير إريتريا، محطات من محطات مسيرة النضال الوطني، وهي مذكرات شخصية. الكتاب في غاية الأهمية، وقد صدر الكتاب بالحجم المتوسط في وطبعتين، العربية والتجرينية. وتضمن الكتاب وثائق قد لا يجدها القارئ في غير هذا الكتاب، وتضمن صور وملحقات وشخصيات وطنية كبيرة رحمه الله رحمة واسعة وأسكنهم الفردوس الأعلى. ويعتبر المناضل محمد برهان حسن آدم من الرعيل الأول، ولم يتقلد، على الرغم من أنه دخل في بدايات التحرير لم يتقلد أي منصب حكومي. كان رفيق وصديق الشهيد الدكتور طه محمد نور رحمة الله عليه، وأحسب أنه كان لهم عمل مشترك في تأسيس دار للترجمة والنشر. الكتاب كما قلت صدر هذا الكتاب الهام يؤرخ عن حركة تحرير إريتريا، وكذلك له آراء فيما نشر من الشهيد الراحل كذلك المناضل أحد المؤسسين، بل هو رئيس حركة تحرير إريتريا، الأستاذ محمد سعيد ناود رحمة الله عليه، أصدر كتاب سنتطرق إلى اسم الكتاب لاحقا، وكان له بعض الردود على ما ورد في ذلك الكتاب. أنا إن شاء الله أولا مع الرحمة والمغفرة للشهيد المناضل الكاتب محمد برهان حسن آدم في سلسلة من الحلقات توثيقا لدوره، لأنه لم يتحدث كثيرا لوسائل الإعلام، وحتى وسائل الإعلام ما عندهاش حديث عنه كثير. نحن في قناة سلام الإعلامية المباركة دائما نهتم بالكتابات العربية ونهتم بالشخصيات الوطنية التي أسهمت بقدر كبير في النشاط الوطني وفي دعم هذه اللغة العربية. وفي النبذة المختصرة عن المؤلف، هو من مواليد 11 من نوفمبر 1936، ودرس في جمهورية مصر العربية في القاهرة تحديدا، ونال
الشهادة الابتدائية الفصل الثامن وفق النظام التربوي المصري القديم. أصبح عضواً في حركة تحرير إريتريا عام 1960، واعتقل لنشاطه السياسي في شهر أغسطس من عام 1962 لمدة 3 أشهر بموجب المادة 10 معروفة، حاجة ديش كده كان بيسموها معروفة، المادة 10. ثم اعتقل للمرة الثانية في شهر أكتوبر عام 1963 وفي يناير عام 64، ونقل إثر ذلك إلى أديس أبابا مع رفاق وأودع في سجن ألمبكة اللي هو الحكم المؤبد، وأفرج عنه في يناير عام 1965 بعد أن برأته المحكمة الإثيوبية. عاد إلى مصر بعد 10 سنوات من مقاطعته الدراسة ليواصل من جديد دراسته، حيث نال الشهادة الثانوية عام 1967. درس في جامعة بغداد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتخرج منها عام 1972، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية بدرجة جيد. التحق بالثورة بعد تخرجه في نفس العام، كان مفوض سياسي في هيئة التدريب ورئيس للجنة، أي لجنة مدرسة الكادر التي أنشئت حديثا في أواخر 1974، ثم أصبح عضوا في مكتب جبهة التحرير بالقاهرة عام 1975، وعين ممثلا لجبهة التحرير الإريترية في سوريا دمشق عام 1977. منذ عام 1986 وثق صلته وتعاونه مع الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وفي عام 1988 أصبح عضوا عاملا في المنظمات الجماهيرية، ثم عضوا في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بعد التحرير بين قوسين طبعا 1995. هذه هي السيرة المختصرة المكتوبة عن الشهيد الراحل الأستاذ المؤلف المناضل محمد برهان حسن آدم. وفي كتابه طبعا أهدى في كتابه الذي تحدثت عنه، وهو محطات هامة جدا في مسيرة حركة التحرير الإريترية، قال: الإهداء إلى كل من وهبوا حياتهم فداء للوطن في سبيل الحرية والاستقلال، إلى من وهبوا حياتهم فداء في سبيل الدفاع عن سيادة الوطن وكرامة الأمة، إلى الجيل الصانع لتاريخ إريتريا الحديثة، أهدي هذا الكتاب. والحقيقة لابد أن أقول عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أنني لم أحظى بنسخة من الكتاب، لأنه الكتاب هو صدر كما قلت إن لم تخني الذاكرة، يعني ساعتها لما كنت في البلد، أنا خرجت 2008 أعتقد، كان تحت الإعداد والطبع وكذا، وحتى الكتاب الذي بين يدي الآن ليس فيه تاريخ الإصدار، فأقول ربما صدر بعد خروجنا من البلد، ولكن أذكر أني التقيته وكان لقاء لصالح صوت الجماهير الإريترية رحمة الله عليه. للحصول على الكتاب طبعا بعد وفاته، وهذه مأساتنا طبعا نحن كأمة إريترية وأمة في العالم الثالث نلتفت إلى الناس بعد وفاتهم. والحق يقال كذلك أنه هو كان يحمل جنسية سويدية أعتقد، فكان يتردد بين، يعني بعد التحرير برضو كان يطلع ويقعد فترة ويرجع، وأعتقد قال أنه كفاه، يعني يكفيه أنه يشوف إريتريا التي حلم بها. وأنا متأكد أنه كانت عنده تساؤلات كثيرة واستفهامات، ولكن ربما لم يبح بها حتى في إطار كتابه، لأنه كتابه هو ركز وكرس لحركة تحرير إريتريا تاريخا. فبالعودة إلى الكتاب، كيف اقتنيته الآن وهو معي استعارة؟ ففي التقديم يقول الذي كتبه تقديم لهذا الكتاب كتبه صديقه في النضال ولدنكي الأبرهة، هو أحد الوزراء الموجودين مع المجموعة الحاكمة في أسمرة اليوم. فيقول في تقديم الكتاب: استيقظت ذكرياتي من سباتها العميق الذي ظلت فيه سنين طويلة، عندما سنحت لي الفرصة لقراءة مسودة كتاب
محطة من محطات نضالنا الوطني للزميل محمد برهان حسن، والتي أعدت مسبقا باللغة التجرينية. غرقت في بحر من ذكريات الأنشطة النضالية التي كنا نقوم بها مع كل المناضلين في تلك الفترة، معتمدين على إمكانياتنا المحدودة من أجل نيل الاستقلال الوطني والنضال الذي كنا نخوضه ضد استعمار إمبراطورية إثيوبيا. من الواضح أن تدوين تاريخ النضال الذي مر عليه أكثر من 40 عاما يقول هكذا: والعودة بالذاكرة إلى تلك الفترة ليس بالأمر الهين. بمعنى هذا الكتاب صدر قبل 10 سنوات مما نتحدث عنه الآن في ظن يعني. يقول ليس بالأمر الهين، فكل المعلومات والوثائق التي تجمعها انطلاقا من ذكرياتك من الأفراد الذين كان لهم دور وتدوينه بشكل كتاب يعتبر مبادرة شجاعة. وبالتأكيد يجب علينا أن نثني على كل الكتاب الأوائل الذين مهدوا الطريق وأعدوا الأرضية الملائمة التي انطلق منها الكتاب الذين جاءوا من بعدهم. ومن الطبيعي أن تتشابه الكتب ذات الأهداف المتماثلة، ومن البديهي أيضا أن تكون مكملة ومصححة لبعضها البعض. والله كلام ممتاز سيد الوزير. وقد أدركت، يقول السيد ولدنكيل أبرهة، من خلال قراءتي لكتاب الزميل محمد برهان. ولدنكيل أبرهة طبعا الآن هو معمر يعني، وما أعتقد لحد اليوم كتب شيء يعني. يقول: أدركت من خلال قراءتي لكتاب الزميل محمد برهان محطة من محطات نضالنا الوطني بأن السبب الذي دفعه إلى الكتاب هو قراءته لكتاب الزميل الراحل محمد سعيد ناود، حركة تحرير إريتريا، الحقيقة والتاريخ. نعم، هذا الكتاب هو كتاب غاية في الأهمية، لكن هؤلاء المجموعة، ناس محمد برهان والدنكيل أبرهة والأستاذ محمد نور أحمد، ربنا يديه الصحة والعافية، لهم آراء فيما كتب في كتاب حركة تحرير إريتريا، الحقيقة والتاريخ. ونظرا لأنه كان قد جهز جميع الوثائق سابقا، فقد تمكن من وضع رغبته في الكتابة حيز التنفيذ في فترة قصيرة. وكان للمؤلف دور إيجابي من حيث تقديم الملاحظات بالنسبة لكتاب الأستاذ محمد برهان حسن، اللي هو محطة من محطات نضالنا الوطني. يقول: حيث قدم فيه الملاحظات والنقد البناء للكثير من أجزاء كتاب الزميل محمد سعيد ناود، وبالمقابل أثني على المحتويات التي وجدها أنها تستحق الثناء. يقول: إن القيام بالتفكير في كتابة تاريخ النضال الذي كنت فيه وتدوينه في كتاب يعتبر إسهاما مباركا في تاريخ نضال الشعب الإريتري. وينبغي هنا أن ندرك أن كل الكتاب، خاصة الذين يكتبون من مرحلة واحدة أو عن مرحلة واحدة في تاريخ النضال، لا يمكن أن نتوقع بأن تكون آراؤهم وأفكارهم متطابقة ومتكاملة بدون أي تعارض ونقصان. هذه مسألة طبيعية، لأن الإنسان يكتب من ذاكرته، والشعب الإريتري الذاكرة عنده لأنه لا يدون ولا يتحدث بالذات، بالتالي تكون شوية فيها شيء من الخلل. فأنا أؤمن بأن جميع الكتاب كما يقول الوزير ولدنكيل أبرهة يقومون بتأليف الكتب حسب طاقاتهم واعتقاداتهم، يمثلون أحد المنطلقات نحو الوصول إلى التاريخ الحقيقي. كذلك يعتبر تقديم النقد البناء بخصوص المواضيع التي يكتبها أحد المؤلفين من قبل مؤلف آخر، والإفصاح عن الآراء والنقد الإيجابي عملا يجب تشجيعه ودعمه. يدرك القارئ أن الزميل محمد برهان حسن كان أحد مؤسسي حركة تحرير إريتريا الذين قاموا بدور قيادي وأسهموا بالكثير من تأسيسها، وحتى توقفت أنشطتها تماما. فكتاب محطة من محطات نضالنا الوطني يعتبر حافزا للمناضلين الذين كانوا في تلك المرحلة من تاريخ النضال ليجددوا ذكرياتهم ويرفعوا أقلامهم لكتابتها ونقلها إلى الأجيال القادمة. وأعرب عن أمله الوزير أن يستفيد الشعب عامة والجيل الجديد خاصة من هذا الكتاب في معرفة وتعلم تاريخي. من جانبي كما يقول، أتمنى أن يوفق الزميل محمد برهان حسن فيما قال بأنه يأمل أن يصدر الكتاب متكاملا في طبعته الثانية، وأكرر تمنياتي له بالتوفيق والنجاح، لكن أدركه الأجل قبل أن
يقوم بالطبعة الثانية للكتاب. ومن هذا المنطلق هذا كان تقديم الوزير ولدنكيل أبرهة لكتاب محطة من محطات نضالنا الوطني. قد يتساءل البعض عزيزي المستمع، لماذا نقدم هذا الكتاب نحن في برنامج عنوانه هو مع اللغة العربية؟ نحن نتحدث عن كتاب صدر باللغة العربية، نعم صدر باللغة التيغرينية كذلك، لكن صدوره باللغة العربية يعتبر دعم هام للمكتبة الوطنية الإريترية، ومن هذا المنطلق نحن نتحدث عنه في هذه الحلقة. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا لأنه يعني لا بد أن نتحدث عن الراحلين، ما تحدثنا عنهم وهم أحياء، فلا بد أن نتحدث عنهم وهم راحلين، وده جانب من جانب التوثيق، وهي واحدة من أهداف ورسائل هذا البرنامج من قناة سلام المباركة. وفي تقديم آخر أنا أراه في غاية الأهمية للمناضل والكاتب الأستاذ السفير محمد نور أحمد، حيث يقيم معنا هنا في أستراليا، له التحية والتقدير. يقال إن أمة بلا تاريخ ليس أمة، وإن تاريخ دون توثيق ليس تاريخ، ومما لا شك فيه أن لكل شعب تاريخ، وإلا فإنه شعب بلا ذاكرة. لكننا لا نعتقد أن هناك شعب بلا ذاكرة، فكثير من الشعوب لم تكتب تاريخها منذ البداية، وإنما حفظت أجيالها المتعاقبة، إلى أن جاءت أجيال نالت حظا من التعليم فجمعت ذلك التاريخ ودونته. لعل المرحلة التي يمر بها شعبنا اليوم تحمل بعض ملامح الشبه لما مرت به شعوب أخرى قبله، لأن معظم وقائع تاريخه محفوظة، وينطوي ذلك بالتأكيد على مخاطر عند الشروع في تدوينه، إذ يخشى عليه من أن تسقط منه بعض الوقائع بفعل النسيان لطول الزمن الذي مضى عليها، فيما يحدث تحرير في البعض الآخر مع مرور الأيام، أو كذلك تحوير أو يتم هذا التحوير قصدا لخدمة أغراض معينة، كما حدثت في كتب كثيرة. يقول الوزير محمد نور أحمد لقد مر الشعب الإريتري بأطوار مختلفة لكي يتشكل كشعب، وكان الكفاح المسلح منذ بدايته في الستينيات حتى تتويج مسيرته في مستهل العقد الأخير من القرن الماضي قد أثمر التحرير ثم الاستقلال التام. نعم، كان الكفاح المسلح هو الجيد الذي انتظم فيه الشعب الإريتري كله، وكان كذلك هو الجيد الذي انتظم فيه عقد تكوينه رغم الاختلاف الشكلي لحبات ذلك العقد الفريد. وقد أضفى هذا التباين على العقد رونقا وجمالا، وإذا كانت فترة الكفاح هي أخطر حلقة في مسيرة تطور الشعب الإريتري كشعب، إلا أن هذه الحلقة التي بلغت 30 عاما بالتمام والكمال وأتت على عشرات الآلاف من خيرة الشباب الإريتري، ودفعت بمئات الآلاف منهم إلى ما وراء الحدود إلى كل بقعة في العالم، قامت على أكتاف حلقة أخرى، وإن كانت قصيرة جدا في عمر الزمن فإنها مهدت لها الطريق سهلا وإن لم يكن مستقيما لتنطلق فيه إلى أهدافها النبيلة. تلك كانت حركة تحرير إريتريا التي أدخلت ولأول مرة في المجتمع الإريتري سلاح التنظيم السري في مواجهة القمع الوحشي الذي تعرضت له حركة الجماهير السياسية والسلمية طبعا. فاستوعب التنظيم السري في فترة قصيرة قطاعات واسعة من الشعب، وعدة تيارات وطنية كانت تتحرك بعفوية بلا برامج واضحة أو خطة عمل مدروسة في مواجهة الاحتلال الإثيوبي. وهذه بطبيعة الحال كانت سمة البداية لكثير من الأعمال السياسية العظيمة في عصر حركة التحرر الوطني. واصل في تقديمه الأستاذ السفير المناضل محمد نور أحمد فيقول: رغم قصر المدة التي عاشتها الحركة، أي حركة تحرير إريتريا، داخل البلاد، وهي حسب هذه الوثيقة
التي بين يدينا لا تتجاوز 3 سنوات، إلا أن ما أنجزته من مهام كان مكثفا وعميق الجذور في التعبئة الوطنية، وهو الذي مكن الكفاح المسلح من القيام على قاعدة جماهيرية صلبة سبق إعدادها نفسيا وسياسيا. وقد صدر حتى الآن كتابان عن هذه المرحلة، أحدهما لطاهر إبراهيم فداد الذي ضم كثيرا من الوثائق التي صدرت في تلك الفترة، والثاني لمحمد سعيد ناود الذي تنقصه الوثائق اللازمة التي تستند ما تضمنه الكتاب من وقائع، مما يثير كثيرا من التساؤلات حولها بالنسبة للمعاصرين لتلك الفترة. واصل الأستاذ محمد نور فيقول: ويجمع بين الكتابين ضعف المادة وسطحية التعامل مع أحداث تلك الفترة والمرحلة، لا سيما في تحليلهما للواقع الإريتري. واتصف كتاب ناود بالمبالغة والتضخيم لدور الحركة بما لا يتناسب وحجمها وتبرئتها من القصور، والبحث عن شماعات خارجية لإخفاقاتها وإضفاء أدوار على أشخاص لم يقوموا بها، ما جعل من نفسه المحور الذي كانت تدور حوله أنشطة الحركة، رغم أنه لم يتفرغ لها بشكل كامل إلا عام 1966، رغم أنها كانت في ذلك التاريخ قيادة بلا قاعدة، خاصة كما يرى الراحل المقيم محمد برهان حسن، والرحمة كذلك للشهيد ناود. أما الكتاب الذي بين يدينا فهو بحق وثيقة حقيقية كما يرى أستاذ محمد نور، وسجل دقيق لأحداث كان الكاتب على رأس الذين لعبوا الأدوار فيها، وقد تم تسجيلها بأمانة تاريخية وصدق تميز بهما الكاتب كما عرفناه في ساحة النضال، وقد نفض في مؤلفه هذا الغبار عن الصفحات الوطنية الناصعة لنفر من أبناء هذا الوطن أدوا واجبهم في صمت وتجرد، لا يبتغون إلا تحرير وطنهم مهما كلفهم ذلك من ثمن. وأن ما جاء في بداية هذا التقديم من التأكيد على أهمية التوثيق لوقائع التاريخ راجع إلى ضرورة تمليك الحقائق كما هي للأجيال الحالية والقادمة، لكي تتمكن من الإلمام بتاريخ وطنها بدقة وإصدار أحكامها صحيحة على ما قام به جيل الآباء والأجداد، إن كانوا قد أخطأوا في مواضع وأصابوا في غيرها أثناء تصديهم لمهامهم الوطنية. وإننا لا نشك في أن القارئ والمشاهد كذلك نقول الذي عاصر أحداث تلك المرحلة سيستعرض في ذهنه ما كان منزويا منها في زاوية قصية من ذاكرته، بينما سيجد القارئ الشاب الذي لم يكن قد رأى الشمس أو تفتحت سياسات وعيه سيجد متعة الاطلاع على الأعمال العظيمة التي هيأت لما يستمتع به اليوم من حرية في بلاده. الأستاذ السفير محمد نور أحمد في تقديمته لكتاب وثائق أو محطات من محطات نضالنا الوطني. أيها المشاهدون الكرام، برضو نخرج في فاصل قصير ونعود لمواصلة هذا الكتاب الهام الذي بين أيدينا، وهو كتاب محطات من محطات نضالنا الوطني للشهيد الراحل المقيم الكاتب المناضل محمد برهان حسن، الذي توفي في نهاية العام أي شهر ديسمبر الماضي رحمة الله عليه. فاصل وأعود إليكم بعد قليل. المشاهدون الكرام، كانت تلك تقديمتين قرأتهما لكم من للوزير والدنكيل الأبرهة وللمناضل محمد نور أحمد. في تقدمته التي كتبها صاحب ومؤلف الكتاب أنا سأقتبس منه فقرات معينة، لأنه محتوى الكتاب سنتحدث عنه بالتفصيل، لكن يقول في التقدمة وأنا أراها أنه ذات أهمية، يقول إن كتابة تاريخ الوقائع الماضية
مجموعة الأحداث الواقعة فعلا. الهدف من كتاباته هو لكي تستلهم الأمة من ماضيها وتستمد منه عناصر القوة والاعتزاز والدروس والعبر. ويقول إن التاريخ هو السعي لإدراك الماضي وإحيائه. لقد كان للتاريخ عندما أحسن استعماله واستغلاله أثر إيجابي في بعث روح الهمة والعزيمة عند الأمم، وفي تكوين الأمم ودفعها إلى ما تنشد من نهضة وعزة ومجد. ويقول في الدافع الذي بعثه لكتابة ذلك التاريخ أو كتابة هذا المؤلف، يقول هو وقف على ما كتب عن حركة تحرير إريتريا، ولكن يقول هنالك كم هائل من المعلومات لم يتم توثيقها كما ينبغي، ولذلك هو انبرأ للكتابة عن ذلك التاريخ. قال في كتابه وفي تقدمته: عندما ألتقي بزملائي أعضاء قيادة الحركة في أسمرة الموجودين في الداخل ساعة والبعض منهم في الخارج، كانوا يطلبون مني ويلحون علي قائلين إننا قد تقدمنا في السن ونحن شهود عصرنا، لا بد من الكتابة عن الحركة ولو بشكل مذكرات شخصية لكي لا يضيع جزء من تاريخ تراث نضالنا الوطني ونحرم منه بذلك الجيل الحالي والأجيال القادمة. هذا من جهة. من جهة أخرى يقول الشهيد الراحل: عندما أصبحت عضوا في لجنة الدفاع عن الوطن ورئيسها في مدينة يوتوبوري بالسويد، توسعت علاقتي مع عدد كبير من أبناء الجالية الإريترية وبمختلف أعمارهم. كما قلت لكم كان يحمل الجنسية السويدية. وبحكم نشاطنا في مهام الدفاع عن الوطن وفي جلساتنا الخاصة، يقول، كنا نتناول مختلف المواضيع ومنها القضايا الوطنية، سواء عن الأحداث الجارية أو أحداث السنوات الماضية، ويجرنا الحديث إلى التطرق للحياة السياسية فيما قبل إعلان الكفاح المسلح، وبالذات عن تنظيم حركة تحرير إريتريا. وكنت أشارك في هذا الموضوع بما أملكه من معلومات، وأذكر فيه عن مساهمتي الشخصية في ذلك التنظيم. وكان الإخوة يعبرون في دهشة عن إعجابهم بالعمل الوطني في تلك المرحلة، ثم يتساءلون لماذا لا أكتب عن هذا التنظيم لأنه حلقة من حلقات نضالنا الوطني. فكان جوابي لهم يقول: أيها الإخوة، عندما أقرأ في جريدة إريتريا الحديثة تحت عنوان الاستشهاد ثمن الحرية، أجد أن عطاء الإنسان الإريتري وبطولاته خلال 30 عاما من الكفاح وما اكتسبه من خبرات ونضج سياسي، والذي أهمله لينجز أعمالا أخرى بالتالي ليحقق الاستقلال الوطني ما قبل هذا العمل الجبار. وبالمقارنة فإن دور الحركة وما قدمته أثر ضئيل. هذا كان رده عليهم دوما. ويقول في تقدمته، وأنا زي ما قلت سأختصر منها وأقرأ منها بعض الأشياء: بمناسبة ذكرى الفاتح من سبتمبر في عام 1999، يقول: طلب منه أن يكتب شيء عن حركة تحرير إريتريا لكي يلقيها في ندوة، فقال قام بجمع بعض المعلومات للحديث عنها في ندوة بمناسبة الفاتح من سبتمبر، وقال في نفسه أنه لا يحتاج إلا إلى التفاصيل، ذلك بعد اتصال بمن لهم علاقة بالموضوع، وأن الكتاب بعنوانه ومدخله وعناوينه بالمواضيع لم يستجد فيه أي جديد سوى التفصيل. يعني هو جمع تلك المعلومات ليلقيها في المحاضرة وجمع في كتاب. وقال الشهيد الراحل: أرى أني قد أطلت الوقوف في التقديم عفوا، وهذه الإطالة إنما عنيت بها التوضيح ومن أجل التأكيد على 3 أشياء هي غاية في الأهمية سنستعرضها. يقول: أولا، المطالبة والإلحاح الشديدين في الكتاب عن حركة تحرير إريتريا كانت واردة في خاطره،
ثانيا، أن فكرة كتابة مذكرات شخصية كانت قائمة، والموضوع كان جاهزا ولو بصورته المختصرة دون التفصيل. أما الثالث فيقول إن ظهور كتاب حركة تحرير إريتريا الحقيقة والتاريخ للراحل ناود كان دافعا لأخذ المبادرة على وجه السرعة، لأنه خلق بلبلة واستياء عاما بالذات بين أعضاء القيادة المركزية بأسمرة، فقد اتصل به الجميع وعبروا عن انزعاجهم. هذا ما ورد في كتابه، مع كل التقدير والاحترام للقائد ناود وما بذله، سواء كان في دعم المكتبة العربية الإريترية من كتب في غاية الأهمية وقيادته لحركة تحرير إريتريا، وكانت تلك شهادته وفق ما رآه هو، وهذه شهادة أخرى. ويقول محمد برهان الراحل: وفي ختام مقدمة هذه وبمناسبة صدور هذا الكتاب، أهنئ شعبنا وأهنئ الزملاء والرواد الذين جاهدوا في بث الوعي الوطني وللتحضير للثورة، وهم يحملون ويبشرون بإريتريا الحرة المستقلة، وقد تحقق الحلم وأصبحنا اليوم نحكي ونكتب تاريخ أمجاد شعبنا وبطولاته. بعض الناس يظنون أننا عندما نتحدث عن الواقع وما ينبغي أن يكون كأننا قد كفرنا بتلك الحرية والاستقلال الذي هو موجود ولكنه ناقص، ما في شك. يعني هذه البطولات والتضحيات، أنا عندما قرأت هذا الكتاب والله أكبرت. يعني أولئك الناس في الحركة يعني بذلوا مجهود، يعني مجهود جبار من الصبر والكفاح والعمل السياسي المضني الكبير داخل يعني داخل الوطن، والعدو يتربص هنا وهناك يعني. ولذلك التاريخ الإريتري هو تاريخ مشرف. نعم، هنالك إخفاقات وهنالك إشكاليات إدارية إشكالية حكم وإشكالية ديمقراطية وحرية التعبير وحرية الاعتقاد والمعتقد والثقافة وحرية الرأي والتمتع بالحياة وممارسة كامل الحقوق التي وهبنا الله إياها سبحانه وتعالى، هي منقوصة ما في شك، لكن هذا لا يطعن في استقلال إريتريا وحرية بهذه التضحيات التي جاءت. ويقول في نهاية تقدمته الأستاذ المناضل محمد برهان حسن، يقول: أيها الزملاء، فقد كان الليل طويلا، ولكن كما قال الشاعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ولما طبعا عندهم رأي في هذا البيت وفي هذه الرؤى الفلسفية للشعر، هو لأبو القاسم الشابي رحمة الله عليه، وللشعراء كذلك تفسيراتهم لهذا البيت. بعد هذا الليل الطويل، يقول: أشرق فجر الحرية ورفع عنا نير الاستعمار، فاليوم إريتريا حرة ذات سيادة، ما في شك هي ذات سيادة. هنالك ألاعيب وهنالك إخفاقات، ما في شك، وأن الشعب الإريتري قادر أن يحمي سيادته الوطنية، نعم، ممن يحاولون المساس بها حتى اليوم، والتي من أجلها قدم كل غال وعزيز. كانت تلك تقدمة الشهيد محمد برهان حسن. أول عنوان فرعي في كتابه يقول: الإنسان موقف. أستاذنا الكاتب المحترم يقول: في كل مرحلة من مراحل حياة الفرد ونشأته هناك عوامل ومؤثرات، منها البيئة والمحيط الاجتماعي والأسرة، المدرسة، والإلمام بما أنتجه الفكر البشري من المعارف. كل هذه تشكل مكونات شخصية للإنسان الذي ينظر فيما حوله، بالتالي تتجدد اختياراته وتوجهاته في هذه الحياة وسيره المحتوم فيها. إذن فما هي خلفية المكونات التي شكلت شخصيتي؟ يقول محمد برهان حسن: بالتالي حددت اختياراتي ومواقفي وتوجهاتي. يقول: ولدت في قرية كودوفولاسي. كودوفولاسي تقع على بعد 4 كيلومترات من مدينة مندفرة بإقليم سراي، وترعرعت فيها في رعاية والدتي العزيزة فاطمة محمود شوماي حتى 7 من عمري. ثم انتقلت إلى قرية عدي قدلة، وهي أيضا لا تبعد عن مدينة مندفرة سوى 7 كيلومترات. أقمت فيها 2 عام مع والدي رحمه الله،
ثم انتقلت إلى أسمرة، وكلفني الحاج فرج شيخ عبدو، وهو زوج عمتي رحمه الله، أي كفلني عفوا. وكان الحاج فرج رجلا يتصف بالتقوى والحكمة، وعند وفاته لم تؤبنه أسمرة فقط، بل شاركت حماسين كلها في مأتمه. إقليم حماسين، المرتفعات كان يعرف بإقليم أقولو، زي إقليم سراي، إقليم حماسين يعني. وبما أنه المتوفى من إقليم سراي، فحماسين كلها شاركت في مأتمه. يقول عنه في جو ذلك البيت: بيت التقوى والإحسان والإيمان، كنت أتعلق بترديد قصائد ذات نزعة صوفية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد عدة سنوات انتقلت إلى بيت ابن عمتي حاج آدم حاج فرج رحمه الله. هذا الرجل رعاني خير رعاية، منحني حبه وعطفه، كانت علاقتي به كأخ كبير بأخيه الصغير حتى عندما تقدمت بي السن. يقول الراحل: وأنا في سن ما بين 16 و17 توجهت إلى القاهرة، وتحديدا عام 1951، يعني أيام الملك فاروق يعني. وكانت القاهرة يعني قاهرة المعز ساعتها. قال ذلك: وصلت إلى القاهرة 51 طلبا للعلم. في القاهرة بعد وصولي مباشرة كنت أتردد بين مساجد القاهرة وأضرحتها: مسجد سيدنا الحسين، مسجد الرفاعي، الأزهر الشريف، السيدة زينب. وكنت أؤدي فرائضي في هذه المساجد. وصادف أن كنت في إحدى الأيام جالسا أقرأ القرآن الكريم في ركن في ضريح مسجد الحسين، وكان بمقربتي أحد رواد الضريح جالسا يتمتم بالتعاويذ. فجأة نهض من ركنه بحركة سريعة ملوحا يده في الهواء، ثم سقط وسط ساحة الضريح، فإذا شموع زجاج كريستال النجف تكسر، وأرضية الضريح مفروشة بفرش عجم، ولم يكن هناك أثر من حجارة أو حديد أو خلافة فوق الفراش يمكن أن يشار إليه بأنه تسبب في كسر زجاج النجف. ثم أتى أحد الأفراد من داخل المسجد يحمل بين يديه كتبا، ربما كان طالبا. هذا الشخص طلب من الجمهور التزام الهدوء، وبدأ يتفحص زجاج النجف المكسور، وبمعاينته من حيث لونه وحجمه توصل بأن النجف كسر بكوباية من الزجاج. ولو لم يكتشف أسباب الكسر لقلت في تلك الساعة أن هذا الرجل له شأن، على طريقة أهلنا الصوفية. أنا قرأت هذا الكلام لأنه كان مصدر تحول بالنسبة للكاتب، كما سنرى بعد قليل. يقول: ولو لم يكتشف أسباب الكسر لقلت في تلك الساعة إن هذا الرجل له شأن، ولأصبحت بعدها من جماعة الدراويش كما ورد في الكتاب. إن هذه الواقع حركت في ذهني وأيقظت عقلي، ومن بعدها أصبحت لا أسلم لكل شيء يتناقض من منطق العقل وقوانين الحياة إلا بربط العلاقة بين السبب والنتيجة. وفي أواخر الأربعينيات كما يقول كاتبنا الراحل رحمة الله عليه، كانت حكومة النقراش باشا في مصر قد حضرت نشاط الإخوان المسلمين، وبعد مجيء حكومة حزب الوفد سمح للإخوان بمواصلة نشاطهم. وكنت أتردد إلى مركز الدعوة للإخوان المسلمين كل يوم الثلاثاء لحضور المحاضرات، وكان يلقي المحاضرات في ذلك المركز أبرز مفكري الإخوان مثل الشهيد سيد قطب رحمه الله، سعيد رمضان، عبد القادر عودة، والشيخ محمد غزالي، والدكتور عبد العزيز كامل، وغيرهم من الدعاة من داخل وخارج مصر رحم الله أولئك العظماء. وكان مضمون المحاضرات جديدا بالنسبة لي كما يقول الشهيد محمد برهان، وقد كان فهمي للقرآن في السابق ينحصر في فرائض العبادات فقط،
ومن خلال تلك المحاضرات عرفت الجانب الآخر للقرآن الكريم، الجانب الأخلاقي والاجتماعي والتشريعي. وكانت هناك جريدة الدعوة التي كانت تصدرها جماعة الإخوان المسلمين، وكنت من قرائها. في إحدى الأيام قرأت مقالا لأحد الكتاب وهو العلامة دكتور صوفي، وكان في هذه المقابلة أي في هذه المقالة ينتقد ويعلق على بعض محتويات قصائد المدح التي تتناول الوصف المظهري الشكلي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول مستنكرا إن محمدا يجب أن لا يوصف بمظاهره الشكلية، بل يجب أن يوصف بما أوتي من عظمة الرسالة ونور الهدى، وأن محمدا هو رسول الحرية ورسول الإنسانية إلى آخره. فإن قراءتي لذلك المقال الطويل كان له أثره في التعرف على جوهر صاحب الرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مع هذا فما زلت أحن كما يقول وأتشوق إلى سماع مدائح الرسول، وعند سماع المدح تعود بالذاكرة إلى وطني، إلى أهلنا، وإلى طريقة أدائهم بصوت له عذوبة ورقة ووقع في نفوس الإنسان. وإني كنت عندما أعود إلى السويد كنت أطلب من الأخ شيخ محمد نور عبد الرحمن أن يسمعني مدائح الرسول بصوته العذب ولغته العربية السليمة. إن لكل بلد من بلاد الإسلام مظهر من مظاهر الدين الإسلامي وخصوصيته التي لا تتعارض مع جوهر الدين، بالذات إذا كان منضبطا. فيما بعد يقول، ونحن على مشارف نهاية هذه الحلقة، فيما بعد تعرفت على مجلة الوعي الإسلامي، وأنا في حداثة سني تعرفت مبكرا من خلال مجلة الوعي الإسلامي على تيارات في الفكر الإسلامي من أهل الكلام، أهل التوحيد. هذه التيارات يمثل أطرافها كل من أهل التوحيد، وهم المعتزلة، العقلانيون، والأشاعرة الذين يمثلون المعتدلين وأهل السنة. كل هذه التيارات لا تنفي انتمائها السني برغم اختلافاتها في مسألة تنزيه الله، إنما خلافهم في مدى تجسيد وتجريد صفات الله. وأنا في مرحلة مبكرة من عمري بعد إلمامي وتعرفي بهذه التيارات في الفكر الإسلامي تأثرت بفكر أهل التوحيد وهم المعتزلة العقلانيون. كذلك من خلال تلك المجلة تعرفت على الفرق الإسلامية من الشيعة والخوارج، وكان الكتاب في تلك الفترة فترة عصر التحرر الوطني يصنفون الخوارج بالتيار الإسلامي الثائر، لأنهم أي الخوارج كانوا على صدام الدولة الأموية، وكانوا في ثورة دائمة طوال عصر الدولة الأموية لقرابة قرنين من الزمن. بعض الكتاب يقارنون ثورة الخوارج الدائمة بنظرية الثورة الدائمة للمفكر الروسي الثوري تروتسكي. يعني هذا الرجل المناضل الكاتب أحد قوات حركة تحرير إريتريا، يعني خرج إلى جبهة التحرير ثم إلى الجبهة الشعبية، تعاون معها وتعاطف معها، يحمل هذا الفكر وهذا التيار. ولذلك أقول إنه الذين يقولون في تاريخ جبهة تحرير إريتريا كانت هنالك أفكار وتيارات إسلامية، ما أستبعد، لأنه والتاريخ حدثنا عن كثير، لكن جبهة التحرير الإريترية عفى الله عنها وسامحها على ارتكابها كثير من الحماقات تجاه من كانوا يحملون فكر. هذا الرجل كان يحمل متأثر بهذه التيارات الفكرية الإسلامية. يقول في سنتوقف بعد قليل مشاهدينا الكرام، إن قراءة المبكرة في المعارف الإسلامية بجميع جوانبها الفكرية والتاريخية والاجتماعية ساعدتني على متابعة قراءة كل ما ينتجه الخطاب الإسلامي المعاصر بتياره الأصولي السلفي والتقدمي. وأيضا لم أحصر في قراءتي في معارف الإسلام فقط، بل عندما كنت في سجن سسرات في أسمرة يعني 62 أتيحت لي فرصة قراءة العهد القديم والعهد الجديد، وهذه من مزايا السجون. يعني من بعدها أصبح لي اهتمام، هذه في الكتب المسيحية، اهتمام بقراءة مقارنة الأديان أينما وجدتها. الرجل كان رجل قارئ مثقف، ولكنه سبحان الله، والله هذه الحكومة لم تستفد من هذا الكاتب، وهو دخل أسمرة بعد التحرير، يعني كان على أشده وكان باستطاعته أن
يساهم في كثير، لكنه كان منزويا، يمشي السويد ويجي راجع، والحكومة لم تفكر حتى أن تعطيه أي منصب. طبعا مجموعتنا دي ترجع لخلفيته شنو وكان شنو وقرأ شنو، كل هذه الأشياء التي نقرأها هم عارفين أنه كان على خلفية به، ولذلك ربما لم تسند إليه أي مهمة، وقد يكون يعني قرار شخصي منه وعزوف عن ذلك رحمة الله عليه. يقول كل هذا لكونه أحد مصادر معارف الإنسان، القراءات المتعددة، وهي من المسائل الكبرى التي تعطي الإجابة عما يطرحه الإنسان من الأسئلة. أخيرا أقول كما قال في مقدمته: حدث في أحد الأيام عندما تناولت الدواء أصبت بالتسمم، وتسبب هذا في ضعف صحتي. من هنا توقفت عن مواصلة الدراسة لمدة 2 سنين. في تلك الفترة لجأت إلى مكتبة دار الكتب المصرية، وفيها تعرفت على مؤلفات نخبة من الأدباء الروس، منهم تولستوي وجوجل وترينجنيف ومكسيم جوركي. هؤلاء الأدباء كما يطلق عليهم الأديب المصري الكبير سلام موسى عباقرة الإحساس، على رأيهم طبعا، لأنهم خير من غاص في أعماق النفس البشرية وخير من ترجم أحاسيسها. وفي تلك المكتبة قرأت أيضا ما أنتجه الذين يطلق عليهم رواد النهضة العربية في العصر الحديث، قرأت ترجماتهم في الفكر الليبرالي والمادي. أيها المشاهدون الكرام، أنا سأتوقف هنا من كتاب حركة تحرير إريتريا، محطة من محطات مسيرتنا النضالية الوطنية، لكاتبه الشهيد الراحل محمد برهان حسن، وحسن آدم طبعا رحمة الله عليه، الذي توفي في شهر ديسمبر من العام الفائت، أي قبل أيام من هذا العام. الكتاب صدر بلغتين، العربية والتجرينية، واحتوى على كثير من المراجع الهامة والمحطات التاريخية لشعبنا، خاصة ما يتعلق بحركة تحرير إريتريا، وهو التاريخ المهمل. يعني كانت 3 سنوات، لكنها يعني مهدت الطريق للكفاح المسلح للشعب الإريتري، وساهمت في تحرير من براثن الاستعمار الإثيوبي. لا تزال القضية للقضية قصة، وللتحرير بقايا فصول لم تكتمل، ولكن رحم الله الشهداء، ورحم الله كاتبنا الأستاذ محمد برهان حسن آدم. سأتوقف هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، وأشكركم على أنكم تحملتونا في القراءة من كتاب. سواصل هذه السلسلة لأهمية هذا الكتاب، ولأنه رجل لم يصرح، لم يتحدث إلى وسائل الإعلام، والناس برضو ما التقوه كثيرا، وأنا واحد من الإعلاميين. لو كنا التقينا به كنا حنعرف عنه الكثير والكثير. شكرا لكم على المشاهدة والمتابعة، وشكرا لإخواني في الطاقم الفني الذين يخرجون هذه الحلقة بالشكل الذي ترونه أمامكم. نلتقيكم بحوله تعالى في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نقول دوما: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، يعده ويقدمه أحمد شريف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.